يعني ايه تحضير؟ يعني بسرعه فتره مثلا. طب عرفت منين؟ وده له معنى. ده له معنى اللي انا بقوله ده. انه في حاجتين، في اتنين رياكشن بيحصلوا، فده النقطه الثالثه اللي انا عايز اشرحها. انا وصلت لكم ليها. ان في ايه؟ في تيست بحط واقيس على طول، وده له اسم وانتوا قلتوا لي قبل كده، وفي تيست بحضر. مش كله بيتحضر. طب ده ايه بقى؟ ده الرياكشن اللي حاصل بين الرياجنت وبين العينه ايا كانت سيرم بلازما، بس في الكيمياء غالبا هيبقى سيرم. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ طب اعرف منين يعني؟ اعرف منين؟ لازم ابقى عارف ان عندي نوعين من الرياكشن. الرياكشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو التفاعل بين السيرم والرياجنت ايا كان بقى، سنجل ولا دبل ولا ايا كان، مش هتفرق معايا. طيب ايه النوعين؟ هم مش نوعين، هم حاجات كتير. بس اشهرهم انتوا قلتوهم دلوقتي. اول حاجه اللي هي ايه؟ حاجه اسمها اند بوينت. لازم برضه قبل ما نشتغل نبقى فاهمين. فحضن السكر فاستنج او بوست برانديال او الرندر كلهم بيتعاملوا كشغل واحد. الفرق فين؟ الفرق فين؟ قلنا المره اللي فاتت في الشروط. لا مش في الريفرنس برضه، انا بتكلم على شغل الوقت مش على نتيجه. كشغل الفرق فين؟ في التحضير بتاع المريض. المريض هيبقى حاضر للصايم غير الفاطر غير العشوائي، ده الفرق الوحيد. لكن كتست اسمه جلوكوز بيشتغلوا بنفس الرياجنت، هو جلوكوز لكل حاجه فيها جلوكوز، حتى لو هعمله من اليورين، بس اليورين هيبقى له شروط معينه. يبقى اذا انا هاخد 1000 من الرياجنت بتاع الجلوكوز ده اللي هو المثال بتاع الاند بوينت، خدت منه 1000 على كام؟ على 10 مايكرون. المفتي اللي قالت مش محتاجين تحفظوه، على 10 مايكرون من السيرم. هي لو السيرم قالت لي هيبرينيزد بلازما، ممكن اشتغل من هيبرينيزد بلازما، يعني اسحب على هيبرين عادي؟ يعني مش لازم انا اقول لك في المعمل انا دكتورك الكبير بقول لك يا ابني اشتغل بلازما وانت تقول لي لا هيبرين، اقول لك والله انت غلط. هتقول ايه الفيصل بين البنفلت؟ قالت لك سيرم اور هيبرينيزد بلازما، يبقى اشتغل من عينه ناشفه ايا كان نوعها او على هيبرين عادي. هي قالت لي كده. لكن لو ما قالت لك مثلا سيرم وهيبرينيزد ما تروحش تشتغل من ايديت. هم ادرى، هم اللي عاملين الريجنت ده عارفين ان الايديتا الماده دي اللي موجوده هتتفاعل وتعمل مشكله، فهتغير لك التيست برضه. طيب الاند بوينت ايه الفرق بينه بقى وبين الثاني؟ الثاني ده اللي هو اسمه ايه؟ كاينيتيك. ده بيقيس ايه وده بيقيس ايه؟ حد عنده فكره؟ احنا من شويه قلتوا لي هنحضن، بمعنى كده ان انا هسيب السيرم والريجنت يعملوا تفاعل معين هينتج عنهم ماده معينه، هيقيس الماده الناتجه. يبقى الاند بوينت ده بيحصل انكيوبيتور او انكيوبيشن، يعني ايه؟ السيرم مع الريجنت فتره تحضير. يبقى اذا اللي بيحصل ايه؟ ان انا بوصل التفاعل خلال 10 دقائق اللي محدده لي البنفلت، يفضل يزيد 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 لحد نهايه ال 10 دقائق بيوصل نقطه نهايه. يعني ايه؟ التفاعل ما عادش بيزيد ولا ينقص، هو بيحصل له ثبات. ساعتها انا بقيس الماده الناتجه، يعني السيرم يتفاعل مع الريجنت بتاع الجلوكوز ينتجوا لي ماده، الماده دي لها لون اللي انت بتقولي عليه لونه احمر جامد، لونه احمر فاتح. الماده اللي نتجت بلون ده بقيسها بعد نهايه التفاعل، بقيس الماده اللي نتجت ده. طب الكاينيتيك ده بيشتغلوا ازاي؟ زي الكرياتينين. بيشتغلوا الكرياتينين ازاي؟ مش قلنا هنحط 250 على 250 وبعدين حط السيرم هنا على الجهاز. السيرم وانا على الجهاز. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش مع بعض. ما عملناش زي ده عشان التفاعل ده بيقيس ايه؟ بيقيس التغير في المواد اللي داخله في التفاعل. يعني دلوقتي انا حطيت السيرم 250 من ار 1 زائد 250 من ار 2، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ بعد ما اتعاملوا على بعض كده اسمه ايه؟ وركينج ريجنت، صح؟ طيب احط السيرم عليهم. لو حطيت السيرم التفاعل بدأ. التفاعل ده كاينيتيك، بيقيس اللي يحصل في اثناء التفاعل، فالتفاعل ده بيحصل فيه تغيرات زي ده برضه، بس ده بيقيس الناتج لكن ده بيقيس التغيرات. تلاقي النتيجه الانزيم بقى اللي بيتفاعلوا مع بعض دول بيعمل يزيد وينزل يزيد وينزل. انا بعمل ايه بقى؟ او الجهاز بيعمل ايه؟ بياخد قراءه بعد 30 ثانيه وقراءه بعد 60 ثانيه ايا كان المده، مش هتفرق بقى، كل تيست له مده في البنك. قراءه بعد 120 ثانيه. خد 3 قرايات خدهم اثناء التفاعل. طب انا لو حطيت السيرم وعما رحت برمجت الجهاز زي ما قلت المره اللي فاتت كده ضيعت لي 10 30 ثانيه، مش التفاعل شغال، بدات التفاعل من حته من هنا. هو المفروض بيعمل ايه عشان يحسبها؟ بيطرح دي من دي ودي من دي ويجمعهم ويقسمهم على 2 ويضربهم في حاجه اسمها فاكتور، رقم ثابت كده بيبقى جاي مع العين. فالكاينيتيك بيقيس التغير في المواد الداخله في التفاعل. لو انا حطيت السيرم ما بقاش كده تفاعل صح، كده انا هدخل للتفاعل متاخر، فانا هطلع النتيجه بدل ما تطلع 1 كرياتينين هتطلع لك 5 من 10 عشان هو اصلا ما بداش التفاعل من الاول، وهتلاقي كيرف بايظ. الحاجات الكاينيتيك لازم ابص على الكيرف بتاعها.
كيرف التفاعل يعني ايه؟ يعني في تفاعلات تزايدي، يعني الانزيم عمال ينشط يزيد يزيد يزيد، فانا بفضل بزيد معاه، وبياخد هو بعد نص ثانيه، بعد 30 ثانيه، بعد دقيقه، بعد دقيقتين ياخد قرايات ويعملها زي ما عملتها كده. لكن ده مش بيعمل كده، ملوش كيرف ده. طبعا في كيرف تاني تناقصي، يعني العكس بيبقى ماشي كده. كل ما عدى ثواني التفاعل يبتدي نشاط الانزيم اللي موجود اللي انا هقيسه اثناء التفاعل ده، انزيم معين عمال يزيد يزيد، لا ده بيقل بيبدا من عالي وينزل. مش هتفرق معانا التفصيله دي، انا عايزك تفهم بس ان في حاجه اسمها كاينيتيك وفي حاجه اسمها اند بوينت. الاند بوينت بنحضنها عشان اقيس الماده الناتجه من التفاعل، فانا لو حطيت السيرم وبداتش ال 10 دقائق دول وضيعت 30 ثانيه ورجعت بدات 10 دقائق مش هيحصل مشكله. طب انا ممكن اخر بعد ال 10 دقائق واقيس، يعني ال 10 دقائق خلصوا وانا كان في زميلي حاطط حاجه في الجهاز، وانا هروح اضربه بقى واقول له طلع اللي في الجهاز عشان اقيس، ولا في عادي يعني في براح معايا؟ في ستابيليتي ثالثه، ستابيليتي خاصه بالتفاعل نفسه، يقول لك ان التيست ده ستيبل لمده 30 دقيقه، يعني انا ممكن هو التيست لمده 10 دقائق تحضير، المفروض اقيس بعد 10 دقائق عادي جدا النتيجه تطلع، لكن احنا قلنا في التفاعل وصل للنهايه فهو ثابت، هيفضل ثابت لمده 30 دقيقه. هو قال لك في البامفلت ستيبل اب تو 30 مينت، يبقى انت لو التيست نهايته 10 دقائق وسبت 5 دقائق بعدها ما تقوليش ارميه واروح اعيده تاني، لا هو قايل لك 30، يبقى بص لو انت مش عارف هتلاقيه يقول لك ستيبل لمده مثلا 30 مينت، ستيبل لمده ساعه، يبقى قيسه بعد ساعه، ما ارميهوش بقى. واصله؟ مثلا لو عندي عينة سكر وعدى نص ساعة ما عادش ينفع. حسب البامفلت شوف هتقول لك ايه، بس في ثبات، يعني مفيش حاجه اسمها لازم 10 دقائق واقيس، ممكن في براح بعد كده، يعني حسب ما هو مكتوب فيها، مش هقول لك رقم، انا بقول مثال 30 دقيقه مثلا، البامفلت قالت لك ان هو ستيبل لمده 1 اور، يعني انت لو قسته بعد 10 دقائق لحد مده ساعه هيفضل نفس النتيجه، ما تقوليش ليه كانت طالعه 120 وبقت 121 فانت كده يا دكتور بتشتغلنا، لا ما هي 21 هي 120، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ زهقتم؟ هم الجنب ده مش عاجبه الموضوع، صح؟ نغير الموضوع، عايزين تدخلوا في الصعب ده، انتوا لو ما فهمتوش ده مش هتعرفوا تشتغلوا ده، كل اللي انا بقوله ده هتغلطوه، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟